شكرا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، فقد كنتم أنتم السبب في وجودنا هنا في هذه الدنيا، واحتفلتم بولادتنا، فأكلتمونا وشربتمونا ولبستمونا وصهرتم على صحة أجسادنا، ومقابل ذلك تتمنون لنا مستقبلا زاهرا وأن نرد لكم الجميل. ولكنني أخشى أن ما تطلبونه كثير مقابل ما قدمتموه أنتم لنا حتى الآن. وأسألكم وباسم هذه الوجوه الطيبة، هل نحن الأطفال بهائم لا نحتاج إلا الأكل والشرب واللعب؟ وقد تسألون بدوركم ماذا ينقصكم وماذا تريدون أكثر؟ أقول لكم وباسم أطفالكم جميعا، نحن لا نريد أن نكون ممن قال فيهم القرآن: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والعياذ بالله. نحن نريد الوقاية من النار، ونريد أن تستجيبوا لنداء الله عز وجل القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنحن من أهليكم، ونحن نحتاج الوقاية من النار. ألستم مسؤولين عنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فأنتم مسؤولون عن أبنائكم خاصة، وعن أبناء المسلمين عامة في هذه البلاد. وأقول لكم أيها الآباء والأمهات والأجداد، نعم لقد اعتنيتم كثيرا بأجسادنا، ولكن الكثير منكم أغفل الجانب الروحي فينا، والنتيجة أننا أتعبناكم بسلوكياتنا الغريبة، وربما كره البعض منكم اليوم الذي رزق فيه بالأولاد. فما السبب؟ ألم يقل القرآن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ لقد صار البعض منا نقمة على والديه وعلى مجتمعه، تتخطفه الطيارات الهدامة شرقا وغربا. فما السبب؟ أقول لكم أيها الآباء والأمهات والأجداد، لقد اعتنيتم كثيرا بأجسادنا، ولكن يجب عليكم أن تهتموا أيضا بأرواحنا. وكيف ذلك؟ بتعليم إسلامنا بشكل صحيح. ولا تنسوا أننا في بلاد غير إسلامية، وبالتالي فإنه ليس من المعقول أن تتوقعوا من مدرسين غير مسلمين أن يعلموننا ديننا أو نتعلم من الإنترنت. إذا وليس من الضروري أن يكون كل أب أو أم عالما أو أستاذا أو فقيها تخرج من الجامعة، ولكن إذا كان الأمر هكذا فأين نتعلم ديننا إذن؟ في الشارع؟ لا. في المقاهي والملاهي الليلية؟ لا. أو في المدارس العمومية؟ لا. وألف لا. أين إذن؟ إنه المسجد هو المؤسسة الوحيدة المعبرة عن كياننا ووجودنا كمسلمين في هذه البلاد. رمت من أم رؤوم والأب البر الرحيم ينقذاني من ضلال ساقني نحو الجحيم. يا أبي يا خير راع أنت ذو الرأي الحكيم. يا عيون القلب أمي موئلي عند اللزوم.
علماني كل علم نافع غال قويم بعد قرآن وسنة واللسان المستقيم. علماني كل نور دافع نحو النعيم. إنني يا والديني في دجى ليل بهيم موجة الإفساد زادت عزم شيطان رجيم. صار يدعوني جهارا دون خوف من خصيم. والديني علماني أنقذاني من غريمي. حاجتي للدين أقوى من طعام أو هدوم. إن موج البحر عاتي أدركاني بالعلوم. علماني كيف أنجو من هموم وسموم. إن تعليمي بدين الله أمن للعموم. إن أعدائي كثير جند إبليس اللئيم قد أحاطوا بي جميعا بالملاهي والسموم. يا إلهي أنقذ الأطفال منا بالغشوم. أنت رزاق كريم سامع الصوت الأليم. اهدنا للحق دوما أنت ذو الفضل العميم. وابلغ المبعوث فينا صاحب النهج السليم. الفتى اسلم من مزيد قبل ختم للنظيم.